بص والله العظيم أنا من الفرحة مش عارف أبدأ منين ولا عارف أبدأ إزاي، لكن باختصار شديد علشان ندخل في الموضوع على طول عايز أقول لك بفضل الله وبإذن الله الفيديو ده واللي هتشوفه في الفيديو ده كفيل بفضل الله إنه يدخل العالم كله الإسلام، يخلي الملحد يؤمن والكافر يسلم والمسلم يزداد إيمان بدين الإسلام. لو الجبال تتهز وتتهد وتدك هو هيبقى أثبت من الجبل بإيمانه بالله رب العالمين بعد اللي هتشوفه في الفيديو ده. إن يا جماعة بعد المعجزة اللي هتشوفوها دي والله آن الأوان للعالم كله إنه يؤمن برسالة الإسلام وبنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو العالم محتاج علشان ده يحصل يشوف معجزة جديدة بعينيه في عصرنا الحالي، ده اللي أنا جاي أوريه للعالم كله النهاردة. أنا جاي أوريكم نسخة نادرة جدا من القرآن الكريم فيها معجزة بصرية هتشوفها بعينيك دلوقتي ومحدش اكتشفها إلا في هذه الأيام. تخيل معايا كده ملايين البشر قرأوا القرآن وحفظوا القرآن وعلموا القرآن، لكن بعد قرون طويلة من الزمان يأذن رب العالمين لينا إن احنا نكتشف المعجزة البصرية والحقائق العلمية المذهلة في النسخة النادرة دي اللي قدرت بفضل الله وأنا في كوريا أجيبها لكم وأصور ليكم الفيديو ده. وبفضل الله هثبت لك دلوقتي وللعالم كله إن القرآن مش بس معجزة في رسالته، معجزة في صفحات وسطوره وكلماته وحروفه، في حقائقه العلمية وبلاغته اللغوية. أملي في رب العالمين إن الفيديو ده يوصل للعالم كله، وإن كل معلومة هتسمعها النهاردة والله تستاهل وتستحق إن هي تدرس في المدارس والجامعات والكتاتيب ويعرفها كل مسلم وغير مسلم كمان. علشان ندخل في الموضوع على طول النهاردة بفضل الله هوريك 4 أنواع من معجزات القرآن. إعجاز بصري وده اللي هتشوفه بعين حضرتك دلوقتي، وإعجاز علمي وإعجاز رقمي وإعجاز لغوي، علشان تعرف في الآخر وتقول إن القرآن ده كلام رب العالمين. رقم 1 وخلينا نبدأ بيه لأنه مهم جدا ومرتبط بالمعجزة اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي في نسخة المصحف ده. خلينا نبدأ رقم 1 بالإعجاز الرقمي. كم معلومة مهمين جدا وهيفرحوك جدا لما تعرفهم عن القرآن. بص يا سيدي، عدد آيات القرآن 6236 آية، لكن في عد الكوفيين اللي هم أهل الكوفة 6666 آية. متقسمين إزاي بقى؟ الأوامر في القرآن 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والعبر 1000 آية، الأخبار والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. لو جمعتهم هتلاقيهم 6666 آية. كلمة يوم في القرآن وردت 365 مرة بعدد أيام السنة، وكلمة شهر في القرآن وردت 12 مرة بعدد أشهر السنة، وكلمة الحياة وردت 145 مرة، وكلمة الموت وردت 145 مرة، وكلمة الدنيا وردت 115 مرة، وقدامها كلمة الآخرة وردت 115 مرة، كلمة الإيمان 25 مرة، وكلمة الكفر 25 مرة، وكلمة جنة وردت 77 مرة، وكلمة النار وردت قدامها 77 مرة، وكلمة الملائكة وردت 88 مرة، وكلمة الشياطين وردت 88 مرة، وكلمة رجل وردت 24 مرة، وكلمة امرأة وردت برضو 24 مرة. ولو سألتك مين من الأنبياء اللي ربنا سواهم ببعض في الخلق هتقول لي سيدنا عيسى وسيدنا آدم. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تخيل بقى ان اسم عيسى ورد 24 مرة واسم آدم ورد في القرآن 24 مرة. بالله عليك كل ده صدفة؟ بالله عليك هل ده كلام يقدر يعمله بشر؟ مش كده وبس، ربنا بيقول لنا في القرآن كذلك جعلناكم أمة وسطا. احنا الأمة الوسط. كلمة وسطة ما وردتش في القرآن غير مرة واحدة بس. فين؟ في سورة البقرة اللي عدد آياتها 286 آية. عشان تيجي كلمة وسطة في نص السورة بالضبط ما تقسم 286 على 2 هيطلع 143 وده رقم الآية
الآية اللي فيها كلمة وسط. رقم 2 وهو الإعجاز البصري للقرآن، ودي المعجزة اللي وعدت حضرتك بيها وهتشوفها بعينيك دلوقتي. كل اللي سمعته ده حاجة، واللي هتشوفه دلوقتي حاجة تانية خالص. وبدأنا كده بالمصحف وفتحنا صفحة 82 و 83 هتلاقي كلمة الله وردت حوالي 8 مرات على اليمين و8 مرات على الشمال. لما نيجي نطبقهم ببعض هنلاقي كلمة الله اللي على اليمين موجودة على اليمين 8 مرات في نفس السطر، وفي الشمال في نفس السطر، وفي اليمين في نفس الموضع، وفي الشمال في نفس الموضع، في تطابق رباني مذهل. لو سألتك ايه اكتر سورة ذكر فيها كلمة الله هتقول لي سورة الأحزاب. هقول لك ايوه. ولو فتحنا صفحة 422 لاقي ان لفظ الجلالة الله ورد في الصفحة دي بس 15 مرة، وده لسبب هقوله لك دلوقتي. بس الجميل والإعجاز إن ال15 مرة بشكل عمودي زي ما حضرتك شايفه كده، فهتلاقي كلمة الله 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 15 أو 14 مرة تحت بعض. والسبب إن اسم الله عز وجل يذكر في الصفحة دي أكتر من 15 مرة ربنا قاله لنا في السطور الأخيرة. هتعرفوا مع آخر كلمة الله اللي وردت في الصفحة ما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كانت لفتة طيبة ومهمة على أهمية ذكر الله عز وجل. قل لي طيب عادي ممكن الترتيب ده يبقى ورد مرة كده صدفة ولا مرتين صدفة؟ أقول لك مستحيل. لك افتح معايا صفحة 62 وصفحة 63 عشان تلاقي لفظ الجلالة الله ورد 9 مرات على اليمين و9 مرات على الشمال. لو جينا طبقناهم ببعض وحطينا الصفحات جنب بعض هتلاقي ان 9 مرات على اليمين في نفس الصفحة ونفس السطر ونفس مكان الكلمة، وعلى الشمال في نفس الصفحة ونفس السطر ونفس مكان الكلمة، عشان تقول من قلبك سبحان من هذا كلامه. حتى يا جماعة أسماء الأنبياء واصطفاف أسماء الأنبياء جه في القرآن بشكل مذهل والله العظيم. دلوقتي افتح معايا صفحة 235 سورة يوسف علشان تلاقي اسم سيدنا يوسف اتكرر 4 مرات وكلهم بشكل عمودي تحت بعض زي ما حضرتك شايفه دلوقتي 4 مرات يوسف 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 يوسف. فجي برضه في نفس السطر في نفس الآية نفس الصفحة 4 مرات متكرر تحت بعض اسم سيدنا يوسف. وكذلك اسم سيدنا إبراهيم هتلاقيه متكرر ورا بعضه 3 مرات. صفحة 449 هتلاقي اسم سيدنا موسى كرر مرتين، واسم سيدنا هارون مرتين، اسم سيدنا إسحاق مرتين، وكل مرة الاسم عمودي تحت بعضه بنفس الإتقان المذهل اللي شفناه. صفحة 327 اسم سليمان جه متكرر 3 مرات، وال3 مرات بشكل عمودي مصطفين تحت بعض، عشان يجي بعديه كمان اسم سيدنا داود يتكرر مرتين بنفس الشكل يا جماعة. وتعالى بقى ننتقل نقلة تانية في الإعجاز البصري اللي معانا النهاردة، في عبارة عن سؤال وجواب. يعني مثلا لو قلت لك صفحة 294 هتلاقي سؤال أصحاب الكهف لما سألوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم مش عارفين قعدوا في الكهف قد إيه، علشان تيجي الإجابة في الصفحة اللي بعدها في نفس السطر اللي فيه سؤال في الصفحة اللي قبلها، فيجي الجواب من رب العالمين، ورب العالمين يقول لنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وافتح معايا صفحة 342 أول آية وأول سطر في الصفحة. قال تعالى أنزلنا من السماء ماء بقدر. اقلب بقى بعد الصفحات دي 147 صفحة كمان، هات صفحة 489 عشان تلاقي أول السطر في أول آية ربنا بيقول والذي نزل من السماء ماء بقدر. ليه يمكن مرة أقول لك لا، هات صفحة 71 سطر الرابع. قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اقلب بعدها 440 صفحة، يعني صفحة 511 نفس السطر نفس المكان. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. صفحة 112 آخر 4 سطور. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. صفحة 286 آخر 4 سطور. قال تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بالله عليك كل ده صدفة؟ نزل يا جماعة متفرق على مدار 23 سنة. نزل على مين؟ على نبي أمي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يجي معانا الإعجاز رقم 3 وهو الإعجاز اللغوي للقرآن اللي حثبت لك فيه بآية واحدة بس إن القرآن ده معجزة من عند رب العالمين. أي إنسان غير مؤمن لو بس عنده إنصاف هيؤمن بعد المعلومة دي، بل بعد الكلمة
الكلمة دي اللي قالتها نملة في سورة النمل. لما جيش سيدنا سليمان كان هيعدي على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. أنا عايزك تقف عند كلمة يحطمنكم. ليه الكلمة دي واشمعنى الكلمة دي؟ معروف إن التحطيم ده بيكون للأجسام الصلبة أو للزجاج أو للصخور، بيحصل بالانفجار أو الاصطدام العنيف. يعني مجرد نملة مالها ومال كل ده؟ ليه مثلا ما قالتش يقتلنكم أو يكسرنكم؟ كانت تمشي مع نملة. أقول لحضرتك ما ينفعش، كان هيبقى خطأ لغوي وخطأ فيزيائي في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكلام ده لا عرفوا الصحابة ولا عرفوا السلف الصالح، عشان نيجي احنا النهاردة بعد 1400 سنة تثبت لنا الأبحاث العلمية والفيزيائية وتقول لنا ان جسم النملة مركب من هيكل خارجي صلب كالزجاج. لو حد داس عليها مش بتنجرح زي الإنسان، مش بتتكسر زي الإنسان، دي بتسحق وبتتفتت بالكامل. لو وردت الآية بكلمة لا يقتلنكم أو لا يكسرنكم كانت هتبقى خطأ. إن القتل ممكن يقع من غير سحق. إنسان اتشنق جسمه موجود لم يسحق ولا أي شيء، مشنوق مات مخنوق أو أيا كان الموتة لكن جسمه موجود. والكسر كذلك ممكن يموت مكسور لكن جسمه سليم وموجود. إنما التحطيم معناه سحق الشكل والهيئة والجسد بالكامل ودفعة واحدة. ده أدق ما يكون في وصف حال النملة لما تداس، وهو اللفظ المطابق والموافق للغة العربية والحقائق الفيزيائية، عشان تعرف ان ده كلام رب البرية. رقم 4 وهو الإعجاز العلمي في القرآن. وبما اننا في الشتاء فانا جاي اقول لك على حاجة مرتبطة بالوقت اللي احنا فيه، بس خليني الاول اقول لكم يا جماعة من الخطأ ان احنا نحكم على القرآن بالعلم، فيبقى العلم هو الاساس والقرآن محكوم عليه. لا يا جماعة، الكلام ده خطأ ولازم ننتبه ليه. القرآن هو الاساس مش العلم هو الاساس. واكبر دليل على كلامي كم من النظريات العلمية اللي بيقولوها النهاردة ويتراجعوا عنها بكرة، ويقولوها بكرة ويتراجعوا عنها بعد بكرة، انما القرآن ثابت لانه كلام رب العالمين. طب ايه المعجزة بقى العلمية معانا النهاردة؟ قال تعالى وينشئ السحاب الثقال. ركز معايا في كلمة سحاب وثقال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ما كانش حد بيطير في الجو، يعني لا طلع قاس وزن السحاب ولا شاف حجم السحاب، ولا كان موجود ساعتها هيئة الارصاد الجوية في قريش علشان تقول لنا نصدق مين ونكذب مين. وكان الطبيعي ان الناس كلها شايفة السحاب كأنه خفيف وبيتحرك في السماء عادي، علشان نيجي احنا وبعد اكتر من 1400 سنة تعلن لينا هيئة المسح الجيولوجي الامريكية USGS تقول لنا يا جماعة السحاب ده ثقيل جدا. يعني متوسط حجم السحابة اللي هي لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي 500,000 لتر من المية، يعني نص مليون لتر مية يا جماعة، يعني حوالي 300 عربية من اللي حضرتك بتركبها. الله أكبر، محتاج إيه إعجاز أكتر من كده؟ والله العظيم اللي أنا قلته لك ده فيض من غيض. المصحف ده أنا لو مسكته هطلع لك فيه إعجاز بصري لحد الصبح ومش هنخلص. أنا قلت لك بعض الآيات اللي وقفنا عليها، أنت لو قرأت القرآن ده ختمته مرة واحدة هتشوف إعجاز أكتر من كده بكتير. ده اللي وصلنا له لحد النهاردة ومحدش عارف بكرة هنكتشف إيه تاني. بس يكفي إن رب العالمين قال لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله العظيم، صدق الله إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. هتلاقي في القرآن عقيدة راسخة، فبيتكلم عن كل شيء، عن الدنيا وعن الدار الآخرة كأنها رأي عين، عن الثواب وعن العقاب. كتاب شامل يا جماعة، تكلم عن التاريخ وعن المستقبل وعن الطب، ازاي تعيش حياتك، ازاي تبقى أب مثالي، ازاي تبقى أم مثالية، وضع مواثيق العدالة للقانون بين البشرية كلها، حض على العلم وعلى التجارة وعلى المعاملة، دستور للتربية الدينية والاجتماعية. هو شامل والله ومناسب والله لكل زمان والله وكل مكان والله، محفوظ من التبديل والتحريف، يهدي للتي هي أقوم. امتى هنرجع لكتاب ربنا؟ امتى هنعتز بديننا؟ امتى هنرجع المصاحف للشنط تاني؟ امتى هندرس ده لاولادنا؟ امتى هنعرف ده للاجيال اللي جايه؟ امتى هنشرح ده للعالم؟ فتمسكوا بكتاب الله، من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن اراد الاثنين فعليه بالقران. دور حضرتك دلوقتي ان انت تنشر الفيديو ده، ترجمه يا اخي لكل اللغات، ترجمه لكل لغات العالم، وصله للعالم كله. يمكن امه تدخل الاسلام بسبب معلومات عن القران زي اللي حضرتك سمعتها دي، وهتستقل جهد ابدا انت
انت ممكن تعمله. انشر الاسلام ولو بكلمه. يا جماعه نرجع تاني للقران، نرجعه للشنط وللمدارس وللكتاتيب، نرجع نحفظه ونقراه ونتدبره دايما وابدا. تردد بقلبك الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. يا ريت تبقى سبب ان الفيديو ده يوصل لغيرك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.